السلام الله عليكم متابعي قناة كندا لايف ستايل من مونريال كندا. كما شفتوا البارح فرجوع المنتخب الوطني المغربي والطاقم، كل الطاقم يرجعون إلى أرض الوطن من قطر، من مونديال قطر 2022، بعد أن عزمهم أمير قطر يشاد بالمشاركة ديالهم اللي احتلوا المرتبة الرابعة، اللي يعني أولى سابقة في التاريخ. المنتخب المغربي أول فريق عربي إفريقي كيحتل المرتبة الرابعة في المونديال، ولولا يعني لولا ظلم التحكيم لا أظن احتلوا المرتبة على الأقل الثانية. شي مشكل، فكانت واحد الحفاوة كبيرة من أمير قطر، ويعني هدايا منح أظن كثيرة لأفراد الفريق الوطني المغربي. وبعد الرجوع يعني كيف كتشوفوا قبل من يعني وصول الطائرة إلى المغرب أو مطار الرباط سلا، فشفنا ديال زياش يعني غادة مع السلطات في السوق الرباط، والكل يعني ياخذ صور تذكارية معها، فهذه تقشعر له الأنفس أنا بكل صراحة. فتفتخر هذه السيدة وكل أمهات يعني الفريق الوطني كما قال المذيع، ولد ورجال وقاع الأمهات يعني المغربيات اللي ولدوا ناس صالحين يعني في كل الميادين، مش غير كرة القدم. الحمد لله الطاقات المغربية راه يعني لا في درس العلم والبحث ويعني الرياضة في كل شيء يعني. فالحمد لله يعني كيحتلوا مراتب أولى. فكما شفتوا كان يعني حافلة ديال المنتخب الوطني المغربي من المطار إلى القصر الملكي، مطار الرباط إلى القصر الملكي. شفتوا شحال ديال الجماهير المغربية اللي جات بدورها كتشيد وكتشكر هتافات وشكر يعني وأعازيز ورايات المغرب، يعني واحد المنظر يعني تقشعر له النفس. كنظن شفنا يعني حتى الحفاوات اللي قام بهم يعني استقبال اللي قاموا به الأرجنتين لمنتخب الأرجنتين، هو الآخر كان كبير جدا، ولكن ديال المغرب يعني ملك المغرب استقبلهم يعني ووشحهم كلهم، وشحهم يعني بأوسمة من اللاعبين من درجة فارس. وكنظن سي فوزي القجا ووليد الركراكي من درجة أعلى، فخذوا صور تذكارية مع الملك وولي العهد وأخ الملك المولى رشيد. ويعني كانت ظروف جميلة بزاف، كتبت الفرحة كبيرة يعني على وجوه اللاعبين والأمهات ديالهم اللي عاشوا هذه اللحظة بكل فرح، اللي كنظن ما عمرهم ما انتظروها. يعني يستقبلون من طرف الملك محمد السادس في القصر ديالو يعني، وعلى يعني على مأدبة عشاء. فشفنا كما قلنا صور تذكارية ديال اللاعبين، وبعد ذلك جاو الأمهات ديال اللاعبين خذوا صور تذكارية. ويعني فهذه الأمور تكلموا على يعني القنوات العالمية رغم التشويش. واحد القناة الدرملكية اللي بدا تعلقوا شويه على الرقص ديال او احتفال لاعبين المنتخب المغربي بامهاتهم، يعني بعد انتهاء كل مباراه اشبهوهم يعني سبوهم، اشبهوهم يعني بامور يعني لا تذكر، ولكن من بعد اعتذروا، قالت نعتذر على هذه القضيه هذه. فنحن يعني لا ندير لكم اهتمام. فالمنتخب المغربي كنظن حقق ما لم يحققه حتى ما لم تحقق بعض الدول الأوروبية اللي المدارس ديالها عريقة جدا. فالمنتخب المغربي يعني رفع سقف الطموح عاليا إلى المربع الذهبي، يعني كان هذا استثناء، ولكن طبعا عمل شاق بزاف، وكان واحد الإرهاق كبير من يعني
ارهاق اللاعبين والاصابات كما شفتوا اللي ما ساعدت وليد الركراكي وحتى اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. المهم حنا فخورون بما وصل اليه المنتخب المغربي لكرة القدم وكل المنتخبات، يعني حتى الفوتسال شفتوا الانجازات الكبيره اللي حققوهم الاخرين. وطبعا كندو الشكر للمسؤولين اللي نهضوا بهذه الرياضه هذه، وبالاخص يعني مدرسه محمد السادس لتكوين لاعبين كره القدم والاطر. كنظن عطات نتائج كبيره بزاف. بعض اللاعبين في المنتخب المغربي يعني تخرجوا من هذه المدرسه هذه كأناحي نصيري، الحارس الثالث تاكناوتي، فيعني واخرون. فكنظن غيولي هذا الحلم دابا حلم جميع الامهات المغربيات، يعني يدفعوا باولاد ديالهم الى ممارسه رياضه كره القدم، يعني وكيحلموا بهذا النهار الكبير اللي يلعبوا فيه في كاس افريقيا ولا فوز كاس افريقيا ولا يعني احتلال مراتب يعني متقدمه في كاس العالم ولولا الفوز بكاس العالم ان شاء الله. خاصنا غير يعني ما يكونوش يعني الاغلاط في التحكيم ولا تعطيو لنا بحال الحكم القطري. بكل صراحه كانت المباراه كبيره عليه بزاف، ودائما علامه الاستفهام كتبقى مطروحه. لماذا ما رجعش للفار؟ يعني حنا كاع كمتفرجين يعني فاش جرات يعني الخطا جراو الاخطاء شفناهم، يعني قبل ما يعاودوا للفار ولا يديروا اعاده ديال اللقطه فعرفنا كان خطا ولا ضربه جزاء. فبكل صراحه الحكم كان قريب بزاف وما طلبش باعاده هذا. نتمناو بان هاد الامور هذه نتفاداوها مع الفيفا وما نحاولوش باش تدخل لها امور سياسيه. فالبعض كيقول لك يعني سي تري غانيون الفينال فيها الارجنتين ولا فرنسا، زعما الاشهار يعني الارباح هذه ديال الاشهار وارباح حتى يعني عالميا، حتى المقابله يكون عندها يعني صبغه اخرى. وما نفيوش بان المقابله ديال كاس العالم النهائيه فكانت من بين اجمل النهائيات في كاس العالم في تاريخ كاس العالم. اللي عشنا بزاف ديال التشويق، التساق يعني اهداف وضربات جزاء واهدار كرات يعني في اخر لحظه. فيعني كان نهائي جميل جدا. وطبعا كان تفضلوا بالشكر دائما لدوله قطر الشقيقه اللي قاموا يعني بالتنظيم على احسن ما يرام، ولم يتركوا ولو يعني الحظ للخطا او لبعض الامور. يعني فالكل يعني كان الامن كان مزيان، يعني التسيير كان مزيان، كل كان مزيان في رفيع المستوى. فشكرا جزيلا مرة أخرى للمنتخب المغربي، ويعني هنيئا لكم يعني وتستاهلوا هذا الفرح هذا والاستقبال الملكي. وإن شاء الله نشوفكم في محافل دولية أو قارية إن شاء الله مستقبلا. والسلام عليكم. متنساوش تبارطاجيو، الله يخليكم، تخليو الكومونتير ديالكم، وما اللي ما كنتش ابونيت ابوناو معنا في لاشين. وشكرا والسلام عليكم.